صباح الورد، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انسب وقت ينفع تعملوا فيه مخلل اللفت وتحضروا للصيام. خلاص باقي اسبوعين بالظبط ونبدأ صوم ان شاء الله. كل سنة وكلكم طيبين وبخير يا رب، ودايما بصحة وسعادة. المهم النهاردة هنعمل مخلل اللفت يا دوب يبقى جاهز على اول الصيام ان شاء الله. عندي اللفت زرعاه في البيت زي ما انتوا شايفينه كده، حاجة قمر اورجانيك وفريش، مفيش احلى من كده. يعني انا اخدته واشتغلت فيه على طول، وبصراحة دي احلى حاجة بتخليني انا احب الزرع، ان انا اخد كده الحاجة من الارض وعلى طول استخدمها. فالنهاردة هعمل لكم مخلل اللفت على الطريقة الصعيدية زي ما بنعملها في الصعيد بالظبط، ولا بنجر ولا غيره. طريقة سهلة خالص وبسيطة، ويعني بما انه اللفت اورجانيك فبرضو التخليل هيبقى اورجانيك، مفهوش اي حاجة كده من بره. بجيب اللفت، طبعا انا طبعا كله ده شغالة ورا البيت في الباك يارد، علشان بس ما بهدلش الدنيا في البيت، عشان التراب ده بيبهدل الحوض والمطبخ، فانا حبيت اتخلص منه كده بره. باخد كده الجزء اللي من تحت ده الابيض، بنضفه كويس خالص، ما اروحش للناحية البينك نهائيا، ما بوظهاش بالسكينة. وبعد كده بقطع العرش بتاع اللفت على قد ما انا عايزة. انا كده عملته حوالي يعني زي ما انتوا شايفين كده طول الصباع كده بالظبط. بعد ما قصيت كل الكمية دي وظبطتها، طبعا انا ما اخدتش كل اللفت اللي زرعاه عندي في البيت، اخدت الجزء ده بس اللي احنا هنستخدمه في البيت، والباقي ده انا هوديه لناس اصحابنا، فانا هعمله لهم لوحديهم. بعد ما خلصت كل تنظيف اللفت ده بره ووديته كده شطفة بسيطة كده بالخرطوم المهم ما تخلص من كل التراب، وبعد كده دخلت اقطعه، وبعد كده اغسله على روقان جوه. التقطيع زي ما انتوا عايزين، انا عن نفسي بحب التقطيع تكون كبيرة شوية علشان يستحمل كده وما يتهريش معايا بسرعة. العروش دي انا هخللها مش هرميها. عايزة اقولكم ان انا ما كنتش بحب العروش دي نهائيا، بابايا بس اللي كان بيحب العروش، بس بصراحة من ساعة ما سافر السما وانا بقيت اكلها، علشان بس يعني حاجة من ريحته. المهم قطعت العروش بتاعتي بالشكل ده، وهقطع كمان اللفت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واخدهم اغسلهم، وبالاخص العروش لازم تتغسل كويس خالص، نتأكد من جوه ما بين العرش والتاني كده ان هي نظيفة مفيهاش اي تراب خالص. وبالاخص التربة كمان اللي عندي تربة خشبية، فتلاقوها كده من السهل ان هي تدخل جوه العروش، مش تربة طينية. لا، التربة خشبية فسهل ان هي تدخل، فلازم نمسك واحدة واحدة ونغسلها كويس خالص. جبت البرطمان بتاعي، طبعا أنا البرطمان ده غسلاه بمية سخنة، فهتلاقوا كده شكله مشبر من سخونة المية. هعبيه بكل كمية اللفت اللي عندي. سبحان الله، البرطمان اخد كل كمية اللفت وكم واحدة كده من العروش، وجبت برطمان تاني صغير اخد كل كمية العروش الباقية، يعني مفيش واحدة اترمت ولا واحدة فضلت. بس هحشي كويس خالص وعلى قد ما اقدر، يعني ازنجهم في بعض علشان بعد كده ما تخافوش هتلاقوا اللفت كده بيجي فيه سبيس ان احنا نحط تاني اكتر فيه. يعني بعد ما اللفت يستوي ممكن نحط البرطمان الصغير على البرطمان الكبير ونوفر مكان ويبقوا اتنين في واحد. دلوقتي هنيجي تحضير المية اللي هنسقي بيها اللفت. بصوا الطريقة دي انا امي وحماتي بيعملوها على طول، بالمية والملح فقط لا غير، الملح الخشن. عمرنا لا بنحط لا بنجر ولا غيره، هو بس بالمية والملح. وبصراحة يعني انا حاساها من افضل الطرق اللي ينفع نخلل بيها اللفت. بصوا كده ما بتغيرش في الطعم بحاجة، في نفس الوقت تحسوا كده اللفت طعمه مميز بأمانة. اهل الصعيد هيعرفوا الكلام اللي انا بتكلمه ده. الطعم بتاع اللفت بالملح بس رهيب. بالنسبة للون هياخد اللون الزهري اللي هو في اللفت ده، يعني بعد حوالي 3 ايام كده من التخليل هتلاقوا كده اللون بدأ ينزل من اللفت ويبقى في المية. فبعد ما اللفت بيتخلل بتلاقوا كده مية اللفت لونها الزهري تحفة. المهم لما باجي اعمل المية بخليها كده ادوقها طبعا بطرف لساني، لازم المية تكون مالحة سيكة، مش مظبوطة، تبقى مالحة شوية. وبعد كده بسقي بيها اللفت واغطيه واسيبه، بياخد بالظبط 10 ايام علشان الحجم بتاع اللفت كبير. لو هتصغروه عن كده ممكن ياخد اسبوع، وده بعد 10 ايام. عايزه اقولكم رهيب، وانا عن نفسي اكلت منه مرتين قبل ما اصوره لكم ده.
بصوا تحفة فنية بأمانة. أنا ما عمري ما أكلت حلاوة بالشكل ده، ولا عمري غيرت الطريقة دي نهائيا. تحفة تحفة تحفة، وبالأخص لما كده حاجة احنا زارعينها في البيت ومخللينها في البيت، ليها طعم مختلف ومميز. عايزة اقولكم ان انا طول ما انا واقفة في المطبخ لازم افتح برطمان اللفت كده واكل منه حاف انا وشغالة في المطبخ. يعني ما بستناش وقت الغدا ولا حاجة ان انا اكل منه، لا انا طول الوقت انا اطلع كده واكل انا وشغالة. انا عارفة انه ده خطر عشان الكلى وكده والملح، بس بصراحة هو رهيب. هنا شايفين مية اللفت زهري ازاي، ده من اللون بتاع اللفت لما نزل على المية، وده شكل اللفت بتاعه، والمية تحفة فنية. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم واستفدتوا منها. ما ننساش لايك وشير للفيديو، واللي اول مرة يشوف قناتي اتمنى يشترك في القناة. See you. باي باي.